سنة 52 جنوب أريحة فلسطين على شواطئ البحر الميت تم اكتشاف مجموعة من المخططات مصنوعة من النحاس. الغريب بقى في الموضوع إن المخطوطات دي كانت عبارة عن خريطة غامضة وكبيرة بتتكلم عن أماكن مخفية فيها كنوز ضخمة من الذهب والفضة مدفونة في أكتر من 60 موقع، لكن في أكتر من مشكلة واجهتهم علشان يقدروا يقروا الوثائق بشكل مظبوط. أولاً إنها مكتوبة باللغة العبرية القديمة، ثانياً على الرغم من إنها مكتوبة على النحاس إلا إن الكتابة نفسها مع مرور الزمن مش واضحة بشكل كافي، لكن الوصف دقيق جداً لدرجة إن من ضمن الوصف مكتوب عند وادي شرقي تحت حجر ضخم هتلاقي 17 قنطار من الذهب اللي هو تقريباً 1700 كيلو. بس المفاجأة بقى إنهم من سنة 52 لحد النهاردة ما وصلوش لأي حاجة من الكنوز دي، لكن طلعوا بنظريتين. النظرية الأولى إنها ممكن تكون مجرد رمزيات دينية، والنظرية الثانية إن ممكن تكون الكنوز دي اللي دفنها اليهود في وقت حروبهم مع الرومان. لو حابب تعرف أكتر هتلاقي المصادر في التعليق.